لازم قبل ما نتكلم على سفر أوناس نتكلم على طبيعة العمارة أو الوظيفة اللي كانت خاصة بالدولة القديمة والأهرامات الصغيرة. وهنا أنا بفرق ما بين الأهرامات الصغيرة والأهرامات الكبيرة اللي هي موجودة في الجيزة، لأن الوظائف بتختلف. هنتكلم النهاردة عن وظيفة الأهرامات اللي هي اسمها معابد الشمس اللي موجودة على الغرب من النيل، ودي كانت معابد طقسية خاصة بطقوس معينة فلكية، وموجودة واستمرت حتى مع حتشبسوت في الدير البحري. وكان مكانها أصلا في الدولة الوسطى كان في معبد قديم عثر عليه من حوالي 30 سنة لملك من ملوك الأسرة الحداشر اللي هو منتحتب، وتمثاله الشهير اللي موجود في المتحف المصري بالألوان بتاعت علم مصر. يعني المكان في الغرب ما كانش مجرد مقابر، لا ده كان معابد طقسية فلكية زي الرمسيوم بعد كده وهابو. أما المعابد اللي موجودة في الشرق فكانت شعائرية. يعني إيه شعائرية؟ يعني الناس بتقوم بالصلوات اليومية والطقوس الخاصة بعباداتهم في الديانة اللي كانت فيها في الوقت ده. المهم إن إحنا بنرجع دلوقتي ناحية الغرب وبنقول إن الأهرامات الصغيرة في سقارة اللي هي اتوجدت في الدولة القديمة والأسرات الأولى، أهمهم طبعا هو هرم أوناس لأنه أول واحد اتوجد فيه كتابات خاصة اللي هي سفر الميلاد، أو اللي كانت زمان بنقول عليها متون الأهرام. ولما اتعرف إن دلوقتي إن هي سفر الميلاد لأن هي كانت بتتكلم عن الرحلة الروحية اللي كان بيقوم بها الملك في طقوس الحبسد. والحبسد ده كان عيد مهم جدا للملوك، بيتضح فيه إذا كان هو ملك صالح مختار فبيستجلب رؤية معينة بعد طقس الحبسد ومصارعته لثور، كما كان في زوسر اللي هو عند زوسر والحبسد بتاعه اللي هو الفناء بتاعه. كان الملك بيتم عمل طقس له في التابوت اللي موجود داخل الهرم. بيتحط في التابوت ده بيدهن بعطور معينة، الزيوت المقدسة السبعة، يتم تلاوة تلاوات معينة في 3 ليالي قمرية بالظبط 75 ساعة. لأني عديت التلاوات اللي جوه في هرم أناس كانوا 75 تلاوة. يقوم الغريحب أو الكاهن المرتل اللي هو طبعا كان أشهرهم اللي هو عثر على تمثال له اللي هو كان اسمه كاعبر، يعني النفس الحكيمة، يعني ده معنى اسمه. ده واحد أكيد من الكهنة اللي كانوا موجودين أيام أناس لأن يعود إلى فترة الأسرة الخامسة، وأكيد من الناس ممكن اللي شاركوا في الطقوس الخاصة اللي هي السرية الخاصة باستجلاب الرؤى للملوك الصالحين لإعادة انتخابهم مرة أخرى. وخاصة إن كان أيام أناس في مجاعة كتبها على الطريق الصاعد بيه وجود ناس زي النوبيين أو المصريين في حالة من الإعياء الشديد نتيجة نقص المياه، وده كان حال الطبيعة في مصر. واتناقشت قبل كده بتعبر عن زمن زوسر في أيام إمحتب، واتناقشت كمان بعد كده في أيام أحمس في الأسرة التمنتاشر لما كانت في الشمس الغاضبة والمشاكل المناخية اللي بتتعرض لها الطبيعة المصرية. وليست فقط أيام يوسف وعصر الهكسوس اللي كان وربنا ذكرهم لنا في الكتب السماوية والقرآن الكريم. فبنقول إن استجلاب الرؤية الصالحة في 3 أيام قمرية كانت أعتقد إن هي كانت كل 7 سنين. دي كانت من الأمور الشائعة في العالم القديم في العراق وفي مصر، وهي بعد كده أصبحت أسفار الرؤية في العهد القديم وكتب اللي هي التوراة وأيضا في الإنجيل، لأنها بتمثل الاتصال الروحي ما بين الصالحين وبين عالم السماء في العالم القديم. لأن هي دي كانت التنبؤات التي يستطيع من خلالها معرفة ما هو القادم وكيفية الحل منه. بعد كده طبعا هنبدأ نخش فيه ونشوف الهرم من جوه والنقوش. هشرحها من خلال رسالتي العلمية. شكرا لكم وتابعوني.